اصحابي الحلوين، اتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. النهارده هعرفكم ازاي تعملوا البسبوسه المصريه الناجحه من اول مره زي اللي بنشتريها من المحلات بالظبط. خطوه واحده بس هتغير طعم البسبوسه، ريحتها ونكهتها. البسبوسه من الحلويات الاساسيه على سفره رمضان. كل عام وانتم بخير. هعرفكم ازاي تطلع معاكم متماسكه مرمله، تكون القطعه بقطعتها من غير ما تنهري او تتفتفت معاكم، والشربات الصح للبسبوسة. ده كله هنعرفه في الفيديو ده. مهم جدا تسمعوه من الاول للاخر علشان تستفادوا بكل معلومة وتطلع معاكم الطريقة ناجحة من اول مرة. طعم البسبوسة بجد رهيب، ومش اي بسبوسة تشرب معاكم شربات هنقول عليها بسبوسة. يلا نبدأ في طريقة الاعداد. اول خطوة هنحضر المكونات حوالينا، والمكون الرئيسي والاساسي في الوصفة هو دقيق السميد او دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسة. انا مستخدماه اللي هو الحبة الوسط، مش مستخدمة اللي هو الناعم قوي ولا الخشن قوي. افضل نتيجة تستخدموها اللي هو المتوسط. ولما تيجوا تشتروه اختبروه وفركوه بايديكم كده، لو طلع دقيق ابيض في ايدكم يبقى اكيد السميد ده مختلط بدقيق، فما تشتروش ابدا. انا استخدمت 1000 جرام من دقيق السميد، يعني كيلو. بالنسبة لحجم الصينية اللي انا مستخدماها مقاس 45، وهقسم لكم المقدار لصينية اصغر شوية تحت في صندوق الوصف. هنحتاج بعد كده 2.25 من السكر الابيض العادي ما يكونش خشن، وكوبايتين من جوز الهند، وربع كوباية من الحليب لخليط جوز الهند. انا هستخدم حليب، المفروض نستخدم في الوصفة كلها حليب، بس انا ما كانش متوفر عندي باقي الكمية، فحطيت نص الكمية حليب والنص التاني مية. وما تخافوش، البسبوسة مش هيحصل لها اي حاجة. البسبوسة اصلا في ناس بيعملوها بالمية فقط وهتطلع معاكم ناجحة من اول مرة. وكمية السائل اللي استخدمتها المية مع الحليب او الحليب فقط 1.5 كوباية، يعني 360 جرام. هنتكلم دلوقتي عن نوع السمنة اللي هنستخدمها. انا استخدمت 2 كوباية من السمنة البلدي. انتوا ممكن تستخدموا سمنة عادية عادي جدا، بس السمنة البلدي بتدي ريحة وطعم جميل جدا للبسبوسة، والسمنة تكون نوعها حيواني مش نباتي. اول خطوة هنعملها هنجيب السميد ونحطه في حاجة ونسيبه جنبنا كده. بعد كده هنجيب السمنة سواء بلدي او سمنة عادية، بس انصحكم تستخدموها سمنة بلدي. هنحطها في حاجة وبعد كده هنروح نسيحها. لازم السمنة دي تسيح، ما ينفعش نحطها كده مع البسبوسة وهي متكتلة، مش هتقدروا تفركوها. اول ما توصل معاكم للدرجة دي بتسيبوا السمنة تهدى شوية علشان ما تكونش سخنة قوي وما نقدرش نقلبها بايدينا. على ما السمنة تهدى شوية هنجيب جوز الهند ونحطه في طاسة وعليه معلقة من السمنة بلدي او اي نوع سمنة انتوا بتستخدموه، وهنحطه على نار ونفضل بقى نقلب فيه لحد ما جوز الهند يتحمر شوية. وهو ده سر البسبوسة، هيطلع لكم البسبوسة فيها لون فيها نكهة. احنا كده بنسوي جوز الهند، لو سيبناه ابيض كده بتحسوا انكم بتحطوا جوز هند ني. فجربوا طريقتي كده في جوز الهند واكيد هتغير طعم البسبوسه. بعد كده هزود عليها ربع كوبايه من الحليب اللي قلت لكم عليها في الاول، وده كله بنقلبه على نار تكون هاديه. جوز الهند بينحرق في ثانيه، فتكون النار هاديه كده. واول ما كل حاجه تختلط مع بعض بس كده هو كده جاهز، وانا مش عاوزه اغير لونه اكتر من كده. هنجيب بقى السمنه بعد ما بردت شويه، هي بقت دافيه، وهنقوم حاطينها على دقيق السميد ونفضل بقى نبسها ونفركها لحد ما كل قطعة كده او رملة من البسبوسة تكون زي الرمل المبلول او الرمل اللي بيكون على شاطئ البحر كده، او رمل مندي. دي كلها اسماء بنقولها في البسبوسة. بنفركها بايدينا كده باطراف ايدينا، ما نعجنش فيها كويس، لان دقيق السميد من الدقيق اللي بيحتوي على كمية كبيرة من الجلوتين، فلما ببسه بالسمنة وبفركه كده بايدي بيحد من كمية الجلوتين ومش بنشطه. على عكس بقى لو احنا عجلنا فيها كتير البسبوسة اكيد هتبوظ معاكم. بس هو كده وصل معايا للنتيجة اللي انا عاوزاها، رمل مبلول. هزود الجوز الهند اللي احنا حضرناه. امشوا بنفس الخطوات اللي انا بعملها كده، واوعدكم البسبوسة هتطلع معاكم ناجحة وهتدعولي عليها بجد. دلوقتي هنحضر خليط الحليب. هضيف السكر مع الحليب وهنقلب المكونات دي مع بعض لحد ما السكر يدوب. انا مش عاوزة لما نيجي ناكل البسبوسة نحس يعني بقرشة او يعني القرشة الخشنة بتاع السكر دي، فلازم ندوب الحليب مع السكر. ومعلقة من العسل الجلوكوز هتغير قوام البسبوسة جدا. لو مش متوفر عسل جلوكوز
نستبدله بالعسل التقيل او عسل النحل، وهقلبهم على نار تكون هادية لحد ما كل المكونات دي تدوب ويبقى خليط سائل واحد. بعد كده بنسيب الخليط السائل ده يهدى شوية، ما ينفعش نحطه على حبيبات السميد وهو سخن مولع، هتعجب معاكم، فسيبوه يبرد تماما. بعد كده حطوه على السميد زي ما انتم شايفين كده وابدأوا قلبوه. انا مش هستخدم الاسباتيولا في التقليب لاني ما بعرفش اقلب فيها ولا اتحكم، فهستخدم ايديا، ودي افضل طريقة تقلبوا فيها البسبوسة. الخطوة دي أهم خطوة في الفيديو، يعني نجاح وفشل البسبوسة بيعتمد عليها. بعد ما بنضيف الحليب الخليط السائل بنقلب بأطراف صوابعنا لحد ما يعني المكونات تتقلب مع بعض. لو عجلنا فيها هتطلع معاكم ناشفة ومعضمة زي ما بيقولوا كده، ومش هتنجح معاكم البسبوسة. بمجرد ان المكونات بس تتلموا مع بعض وقفوا تقليب. انا هستخدم صينية مقاس 45 او 46 بالنسبة للكمية اللي انا مستخدماها، دي انسب صينية. لو هتقسموها المقدار على 2 يبقى تنفع لصينية مقاس 28 ومقاس 30 او 32. وزي ما شفتوني في الاول جبت قطعة من السمنة كبيرة ودهنت بيها جوانب الصينية وقاع الصينية، يعني ما خليتش فيها حتة ما فيهاش سمنة، ودي خطوة مهمة علشان البسبوسة ما تلزقش معاكم وتاخد كمان لون حلو من تحت. وبعد ما ضفت خليط البسبوسة بضغط عليه بالراحة كده لحد ما اساوي الخليط كله في قلب الصينية. وعلشان نساوي سطح البسبوسة ما نضيفش مية ابدا، المية بتشققها، فنستبدلها بالسمنة اللي احنا مستخدمينها فيها. وبعد ما نخلص الخطوة دي بنخبط الصينية من الاطراف كده، وبعد كده بنخبطها من النص، يعني خبطة قوية كده علشان خاطر تساوي سطح البسبوسة. شوفوا بقى سمكها بقى عامل ازاي، كلها بمقاس واحد. دلوقتي بقى هندخلها الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 190. درجة حرارة البسبوسة مش بتكون هادية ولا بتكون عالية، في الحالتين هتبوظ معاكم، فأنسب درجة حرارة بتكون متوسطة. هتاخد معايا أنا ساعة بالنسبة لحجم الصينية، وهقول لكم دلوقتي هتعملوها ازاي. بعد ما بندخلها الفرن بنبدأ نحضر الشربات او الشيرة. وشربات البسبوسة بيكون خفيف، ما بيكونش لا متوسط ولا تقيل. انا هستخدم 3 اكواب من السكر عليهم 6 اكواب من المية، ودايما كده خدوها قاعدة، البسبوسة كوب من السكر عليها دايما كوبايتين من المية، يعني الضعف. بقلب السكر مع المية على البارد كده قبل ما ارفعهم على النار لحد ما يدوب السكر شوية، وناخد بالنا التقليب ما يكونش سريع علشان السكر ما يجيش على جوانب الحلة. هرفعه على نار تكون عالية، واول ما يبدأ في الغليان بنهدي شوية للنار الوسط، بتاخد معاكم 10 دقايق، وبعد كده بنطفي النار وبنشيله على طول. بقوم حاطه الفانيليا اخر حاجه ومعلقه من السمنه وبقلبها كده. السمنه دي بتدي لون للبسبوسه وطعم جميل جدا. وبدل الفانيليا ممكن تستخدموا عصره ليمون. البسبوسه بعد ما طلعت بقى من الفرن خدت اللون الاحمر من الجوانب. بعد كده فتحت الشوايه من فوق لحد ما خدت اللون الذهبي الجميل. واول ما تطلع البسبوسة من الفرن الشربات بيكون سخن، يعني مش بيكون مغلي اللي هو لسه نازل من على النار، لا بيكون سخن. بنحطه على البسبوسة، بنحط الكمية كلها وهي هتتشرب، وشوف البسبوسة بتتشرب في ثانية، وتعرفوا اذا كانت محتاجة شربات ولا لا تاني. بعد ما بتضيفوا نص الكمية بتضغطوا عليها. لو لقيتوها بتطلع كتير شربات كده في ايديكم او على وش البسبوسة ما تضيفوش تاني. لقيتوها لا لسه عاوزة كمان شوية بتزودوا بقى الكمية. والمقدار اللي انا مديهولكم ده مظبوط جدا على حجم الصينية. والبسبوسة وهي سخنة مش بنغطيها ابدا، اول ما تدفى شوية بنغطيها بقى علشان تفضل طرية وحلوة. وبدهنها بالفرشة من فوق بشوية سمنة. السمنة بتديها طعم حلو جدا وبتديها لمعة. بعد ما سبت البسبوسة حوالي ساعة ونص، شوفوا انا بقطعها كده، طلعت القطعة بقطعتها مش مهرية خالص، يعني بجد الطريقة ناجحة من اول مرة. ونكهة البسبوسة اكنكم بتاكلوها من المحلات الاسكندراني اللي عندنا في اسكندرية كده. انا متأكدة ان هي هتعجبكم من اول مرة، بجد هتدعولي عليها. ودي وصفتي انا بعملها من سنين ومش بغيرها ابدا. جربوها وقولوا لي رأيكم، وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحة. والبسبوسة علشان تطلع معاكم ناجحة
لازم تتبعوا الخطوات دي. اول حاجة بتستخدموا نسب مكونات تكون مظبوطة، يعني بالجرام او الكوب، ونوع السمنة يكون كويس جدا، طريقة الخلط نركز فيها، واهم حاجة التسوية اللي هتطلع لكم البسبوسة يا اما معجنة يا اما هتطلع معاكم ناشفة محجرة. فتتبعوا الخطوات دي مهم جدا. وكمية الشربات في البسبوسة او الشيرة مهمة جدا، لو زودنا الكمية عن الحد المطلوب هتطلع معاكم طرية قوي مش هتقدروا تتحكموا فيها، وكذلك برضو لو غطيناها وهي سخنة هتطلع معاكم معجنة. اتمنى بجد ان هي تكون عجبتكم وتجربوا البسبوسة على طريقتي على سفرة رمضان. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك علشان يوصل لناس كتير، وتشتركوا في القناة، اعملوا شير لاصحابكم علشان يستفادوا. اشوفكم على خير، باي باي.